شباب سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي ونبدأ كده على خير. معانا النهاردة مع عمادة التشريح، وقبل ما نبدأ هتصلي على النبي كمان مرة. وأحب أبلغك إن كورس نرسونا للتشريح والفسيولوجي وأساسيات التمريض موجود معانا بعرض مميز جدا، والعرض ده مش إحنا اللي عاملينه، في ناس بتعمله كتير جدا ومشهور، وهو ادفع اللي تقدر عليه. هتدفع عادي وتدخلك بعد كده في الجروب وتاخد الكتاب اللي انا بشرح منه ده PDF مجانا كمان باذن الله، بينزل بعد كل محاضرة. وكذلك الفترة الجاية هنعمل باذن الله امتحانات اونلاين ليكم، كويزات عشان تتابعوا معانا كل فترة باذن الله. ولينك قناة الواتساب ورقم الدعم موجود في وصف الفيديو. نبدأ يلا كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة معانا عظام القدم، البونز اوف ذا فوت. بتنقسم لإيه؟ ودرس سهل جدا ولطيف جدا، بس هو محتاج بس إيه؟ تتابع معانا في الأسماء وتكررها كتير. عندنا قال لي العظام اللي هنا ديت اللي هي جنب الكعب، وفي العظام اللي انت عارفها بتاعت الايه العقل، في بينهم عظام بتربطهم. طب نعرف اسم كل واحدة كده. العقل انت عارف ان اسمها الفلانجيس، سواء في الايدين او سواء فين او سواء في القدمين. طيب وهنا دي اسمها تارسلز، كانت بتفكرك بايه؟ كانت كاربلز، في كاربلز دي بتاعت اليدين، هنا بقى اسمها تارسلز. طب بين الفلانجيس والتارسلز اسمها ميتا تارسلز. اسمها ايه؟ ميتا تارسلز. هناك برضو كان اسمها ايه؟ كاربلز، فلانجيس وميتا كاربلز، صح؟ في اليدين. ركز بقى معانا كده. طيب العظام ديت عددهم ايه بالظبط؟ قال لي عدد الترسس 7 عظام. عددهم كام؟ 7. يبقى عدد دول كام؟ 7 يا شباب. 1 2 3 4 5 6 7. تمام. طب وعدد الميتاتارسلز؟ ما هي باينة هنا قوي، بعدد الأصابع هنا اهي، يبقى 5. تمام جدا. طب وعدد العقل؟ انت عارف ان الصباع الكبير فيه عقلتين وبقية الأصابع فيهم 3، يبقى 3 في 4 ب12 و2 14. يبقى الفلانجيس عددهم 14، التوز اللي هم أصابع القدمين يعني. تمام. وعندنا الميتاتارسس فيها 5 ميتاتارسل بونز، والترسس عندنا 7 تارسل بونز. تمام يا شباب؟ تمام جدا. طيب بيقول لي معلومة جميلة جدا، بيقول لي يا دكتورة تعرف ان في ناس عندها بتسمعها كتير الفلات فيت او الفلات فوت؟ ما هو فوت دي مفرد قدم، طب وفيت دي جمعها فيت، اقدام او القدمين. قال الفلات فوت اللي الناس بيبقى اللي بتخرجوا من الجيش، ايه اللي بيحصل؟ قال اللي بيحصل ان طبيعي بيبقى الانسان رجليه مقوسة كده عشان تحمي الايه الاعصاب والاوعية الدموية، فبتبقى كيرفد. الناس دول بيبقى عندهم فلات فيت، يبقى العظمة مش فيها التقوس ده، فبيبقى فيت كده فلات. فاللي بيحصل ان بيحصل كومبريشن، يحصل ضغط على البلاد فيزلز، على الأوعية الدموية، وكذلك على النيرفز، على الأعصاب. فإيه اللي بيحصل؟ الشخص ده لو وقف كتير أو مشي كتير رجله بتوجعه. فعندي هنا الفوت برينت. يعني إيه الفوت برينت؟ يعني آثار الأقدام. ديت حاجة زيادة ليكم يا شباب. تمام. هنا ده قال الطبيعي النورمال، هنا هو حاجة بسيطة. في ناس بيبقى عندها هاي أرشد، في ناس عندهم فلات فيت. الفلات فيت قال القدمين كلهم بيبقوا على الأرض. لا المقوس شوية الطبيعي اللي بيبقى بالشكل ده. طب المقوس قوي لا ده بيبقى رجله مرفوعة اصلا، يا دوبك بيبقى حاجة بسيطة. وده اثر رجليه، ده النورمال اهو بيبقى متوازي. تمام. هنا الهاي ارشد بتلاقيه معوجة كده لبره، هنا معوجة لجوه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب يلا ما نقرأ كده من الكتاب ونشوف هو بيقول لنا ايه. اول حاجة بيقول لي the bones of the foot، عظام القدم are arched. يعني ايه arched؟ يعني مقوسة. longitudinally، يعني ايه longitudinally؟ يعني مقوسة بالطول وبالعرض كذلك، يبقى بالعرض كده وكده. تمام. ليه؟ عشان تحمل النيرفز to protect the nerves and blood vessels in the sole، في باطن القدم of the foot. طيب وبعض الناس suffer from، بتعاني من flat feet، قال لي أقدام مسطحة، which causes، والتي تسبب أو بتخليهم severe pain، بيشعروا بسيفير pain، ألم شديد جدا لما يجوا يقفوا. ليه بقى؟ دوتو يعني بسبب
قال لي بريشر حصل ضغط بتساويها كومبريشن تمام on the nerves على الأعصاب والبلاد فيزلز وعلى الأوعية الدموية in the sole of the foot في بطن في بطن القدم. تمام جدا. طيب عندنا يا دكتورة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نراجع كده سريعا. ده جدول وصل عظام الطرف السفلي. فبيقول أول حاجة بيقول لي هتاخد لي المنطقة ونعرف على العظمة بتاعتها، نتعرف على العظمة اللي بتكون المنطقة ديت وعلى مكانها فين وصفها. فأول منطقة بيقول لي البلفيك جيردل منطقة الحوض. تمام. يا ترى بتكون من ايه؟ قال لي البلفيك بون. فاكر ساعة لما كنا بنقول هنا هي الحوض بلفيك بون؟ تمام. بتتكون من كام جزء؟ من جزئين، يعني بتوجد على البوث سايدز صح؟ طيب قدام كانت متصلة بايه؟ قال لي سيمفيسيس بيوبس. تمام، الارتفاق العاني. طيب وهنا ورا كانت متصلة بايه؟ كانت بالفقرات الفرتبرا صح جدا. يبقى هنا قال لي البلفيك بون كانت موجودة على البوث سايدز على كلا الجانبي of the pelvis على كلا جانبين الحوض. طب منطقة الفخذ الثاي كانت مكونة من ايه؟ كانت مكونة من الفيمر. كانت عظمة اسمها الايه؟ الفيمر. عظمة الايه؟ الفيمر. كانت مكانها فين؟ البوزيشن بتاعها قال لي موجودة بين مفصل الحوض ومفصل الركبة، موجودة بين الهيب جوينت، مفصل الحوض هيب جوينت، ومفصل الركبة الني جوينت. الهيب جوينت والني جوينت. تمام. يبقى هنا الفيمر ما بين الهيب والني جوينتس. طيب والليج منطقة الساق كانت بتتكون من ايه؟ وكان مكانها فين؟ قال لي بتتكون الساق ما بين هنا هيت مكانها في التيبيا ناحية ميديال ناحية جوه، هنا هي التيبيا، وهنا الفيبولا ناحية بره. الساق عظمة الساق الأساسية موجودة ناحية ميديال، وهنا موجودة ناحية ميديال كذلك على البوث سايدز، وهنا الفيبيولا موجودة ناحية بره ناحية لاترال. تمام، ناحية لاترال يا شباب. موجودة ايه تاني؟ قال لي موجودة بين الركبة وما بين الايه؟ الكعب اللي هو الايه؟ الانكل جوينت. بين الانكل جوينت وهنا ما بين الني جوينت. طب هو جايب لك ايه؟ جايب لك تعليق واحد بس، ان التيبيا بتتكون من التيبيا على الميديال والفيبيولا على اللاترال. طب والفوت يا شباب، ما انتوا عارفين الفوت بتتكون من ايه؟ من 3 حاجات، 3 مناطق. كل منطقة قولها لي كده سريعا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بتتكون من ايه كل منطقة سريعا؟ قال بتتكون من التارسلز والميتا تارسلز، وعندنا الفلانجيس انت عندي 14 عقلة. طب الميتا تارسلز انت عندك 5 صوابع يبقى هما 5. طب والتارسلز 7. تمام، تارسلز ايه؟ 7. ممكن تحسبها بطريقتين. تحسبها ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هتحسبها ان هنا 14 على 2 تديك ايه؟ 7. تمام، 1 و4 يديك 5. طبعا هي كده اصلا محفوظة سهلة يعني، بس هي دي ايه طريقة يعني تلخبطكم اكتر، عشان لقيتكم حافظين قلت لخبطكم. واخدين بالكم؟ صلوا على النبي. طيب هنا بقى اخر حاجة بيقول لي المفاصل. تعالى لما نعمل لك مراجعة سريعة كده على المفاصل. فبيقول لي يا دكتورة المفاصل عندنا بتاعت الطرف السفلي عندنا 3 مفاصل: مفصل الحوض، طب ومفصل الركبة، ومفصل الكعب. طيب مفصل الهيب جوينت، مفصل الني جوينت، مفصل الانكل جوينت. يبقى عند الهيب جوينت، الني جوينت، الانكل جوينت. تمام جدا. دي تتحفظ يا شباب، معلش هتعنوا في البداية بس حاجة بسيطة كده. طيب الهيب جوينت موجود ما بين ايه وايه، او بيربط لي ما بين ايه وايه؟ لان جوينت جاية من جوين، وجوين يعني يضم. فده مفصل بيتكون من عظمتين، بيتكون ما بين البلفس عظمة الحوض والفيمر. تمام، عظمة ايه؟ منطقة الفخذ. يبقى هنا ما بين البلفس وما بين الفيمر. طيب الني جوينت بيربط لي ايه وايه؟ قال لي بيربط لي الفيمر والليج، منطقة الليج كلها. تمام، يربط لي هنا وهنا. طيب والانكل؟ قال لي الانكل بيربطني الليج والفوت. عندك انكل، ني، هيب. تمام يا شباب. طب انا ممكن احفظها ازاي؟ اقول له ايه؟ بقول له واحد بيكلم عمه: حبني يا انكل، حبني يا انكل. هب حبني، ني اللي هو ني، يا انكل. واخدين بالكم؟ يبقى حبني يا انكل دي حلوه قوي جدا. تمام، يبقى هنا دي اسمها نيمونيك عشان تسأل طريقه الحفظ. حبني يا ايه؟ يا انكل.
طيب هيب مفصل الفخذ، ني الركبة، انكل اللي هو الايه الكعب. تمام يا شباب، دي كده درس لطيف ولذيذ وتشريح لعلمكم، مبسط لكم الدنيا خالص، بس هي بس فكرة الأسماء اللي ممكن تبقى ايه صعب عليكم في البداية. ده خدنا النهاردة عظام القدم، خدنا الترسس والميتاترسس والتوز، وقلنا الأرشد والفلات ايه والفلات فيت، يعني المقوسة والايه والفلات المسطحة، وخدنا مراجعة سريعة على عظام الايه الطرف السفلي. كان معكم أخوكم حسن حمدي، بفكركم تاني العرض مميز جدا على الكورس. المسألة مش مسألة فلوس، مسألة استفادة، مسألة استفادة. اهتموا كويس جدا بالمتابعة معانا، اهتموا كويس بالتلخيصات اللي احنا بنعملها او المذكرات اللي احنا بنعملها والحاجات البسيطة. وكاتب لكم في الاخر مفيش داعي ان ممكن الناس اللي مشتركة معانا تاخد الملف وتنشره لزمايلها، لان وهو مش مشترك. يعني لو وصل لك ملفات وانت مش مشترك، اعرف ان دي سرقة او حد سرقها. تمام، دي نقطة. ليه؟ لان الكورس اصلا انت لو مش هتقدر تدفع ممكن تاخده مجانا، بس مش هتقدر تدفع خالص. بحد ادنى عاملينه 50 جنيه، يعني الموضوع بسيط، مش مسألة فلوس. يعني لو مسألة فلوس هيبقى علمكم غالي جدا، بس هي مش مسألة فلوس. فالعملية بسيطة جدا يا شباب. تقدروا تتواصلوا معانا على الرقم ده الدعم. تقدر يعني الكورس عليه خصم كبير جدا الأيام ديت، وتعرف التفاصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.